أخذ الربح على المؤمن مكروه، ربا في الرواية من المكروهات، إلا في بعض الموارد المستثنات. وطبعا قلنا هذا يحمل على الاستحباب، لأن بعض روايات التجارة يستفاد منها أن الإنسان يستربح ويوسع على عياله، لكن لا يضيق على من؟ على المؤمن، خصوصا إذا شفت أخاك المؤمن في حاجة أرفق به، وهذا من دواعي البركة. كونك يجي لك واحد تعرف حاله ضعيف، راعي، بعد الحال الغني تقول ما بسوي وياه كراهه، ما يخالف، لكن الفقير اللي تشوفه محتاج لا، راعي وبيع بمثل ما اشتريت. او حتى بأس انت تساعد المؤمنين، ده واحد محتاج تساعده لا ما تساعده، ده انت تدفع صدقه، هالصدقه اعتبرها لانك تحصل ثواب. هذه الروايات ما جات من فراغ، لانها توجب البركه وتحل البركه عليك. مو شرط في المال، شرط في الصحة، مو شرط في صحتك، شرط في صحة أولادك، في حفظ زوجتك، في حفظ بناتك وحفظ مستقبلهم. وصلى الله على محمد وآل محمد.